تصريح رسمي. لا دي مشكله والله. مصطفى محمد ما بدأش مع منتخب مصر عشان رفض انه ما بيلعبش اساسي في منتخب مصر عشان رفض يروح الاهلي. طيب يبقى انت كده يا كابتن حسام مش مذاكر المنتخب اللي انت بتلعبه. ليه اخش فيها جون نفس السيناريو تونس انا كنت بشوفه تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا وأصدقائنا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. حلقة جديدة من قعدة كورة تحت شعار من أراد المتعة فليذهب إلى السيرك. منتخب مصر في دور الثمانية لبطولة الأمم الأفريقية. عايز متعة روح السيرك. إحنا هنا المنتخب بنروح دور الثمانية، مش هنقعد بقى ندور على إن إحنا نلعب حلو وفنيات والجماليات، انسى بقى الشغل القديم ده خالص. عندنا 3 ماتشات نركز فيهم، كل ماتش نخش بظروفه، هنخبط هنلطش هنعدي. انسى المتعة، انسى الجمال. انا نفسي نسيت الموضوع ده. والبطولة تحت شعار لا للمفاجآت. يعني يمكن دي اول بطولة في حياتي اتفرج عليها مفيش مفاجآت. لو انت شفت المجاميع قبل ما تبدأ هتقول ده اول وتاني اول وتاني اول وتاني احسن التوالد. كل الناس اتأهلت، حتى الناس القوية اللي اتأهلت هي اللي كسبت في دور ال16. فبطولة بلا مفاجآت. هنتكلم اكيد عن ماتش مصر وبنين، بس قبل ما نخش في التفاصيل احب ارحب باصدقائي وحبايبي الكابتن ميمو. حبيبي يا كابتن صح. ازيك يا دوري؟ حبيبي والله تسلم. والله بتنورنا، والله مبسوط ان انا معاك. يعني الحلقه اللي فاتت الحمد لله ملايين الفيوز، ملايين السبسكرايبز بوجودك، فيعني حبيبي. مشرفنا ده. انا كابتن ميمو. حبيبي الكابتن حسام ده من الابداع يعني السوشيال بقى حبيبي. نجم النجوم حسام حسني. انا عاوز اكمل على اللي انت قلته في الأول. خش مع منتخب مصر طالما ماشيه بالبركه سيبها ماشيه بالبركه، سيبها تكسب بالظبط. طالما مشيت والعجله شغاله سيبها بقى وحش حلو، اهم حاجه ايه؟ المكسب. الحمد لله. الحمد اللي لله. عايز متعه بقى يروح يتفرج على اي حاجه تانية بعيد عن منتخب مصر، والملاعب بتستحمل الارموزات. بالظبط كده. طيب قبل ما نتكلم محتاجين دعمك، محتاجين لو سمحت سبسكرايب شير، يعني اشترك في القناه. محتاجين صوتنا يوصل للناس كلها، فده هيساعدنا السبسكرايب بتاعك. كان عندنا الاسبوع السابق والسؤال الحلقه او السؤال اللي كان موجود على السوشيال ميديا على الفيسبوك كان مين اللي مصر هتواجهه في دور ال16، وكانت الاجابه بنين. واللي جاوب اول واحد جاوب السؤال صح هو الاستاذ عمرو الصحار. يعني شكرا يا استاذ عمرو الصحار على الاجابه السليمه، ويعني اعتقد عملنا معاك الواجب والهدايه وصلت له. الهدايه وصلت له، وكاب كيكس يعني قعدت كوره، ويعني بس بقى تتفرج عليها بقى مع الصوره بقى تشوفها في الصوره تحت اهي. ويعني برضه احب اقول اللي عامل الكاب كيكس ده يا جماعه بيج يعني صاحبتها شاطره جدا اسمها هتشوفوا البيج في الكومنتات. بالظبط، هتشوف البيج في الكومنتس بيكو ديلايتس. يعني يا جماعه كاب كيكس هايله جدا. طمنا على احنا كده بنعمل محتوى تاني خالص. كده بنعمل محتوى يعني لو انت مش عامل دايت كاب كيكس خطيره جدا، ولو انت عامل دايت يعني في حاجات للدايت برضو حلوه قوي. طيب يعني نخش بقى. قبل ما نخش في ماتش مصر عايزين نتكلم في الماتشات اللي حصلت في دور ال16 سريعا، لان احنا يهمنا برضو الناس اللي حوالينا مش احنا بس، صح طبعا كده؟ طيب اول ماتش كان السنغال والسودان. قول لي كده تعليقك عن المباراه بص سريعا. يا صحار، هو الماتش بين السنغال والسودان كان ماتش يعني يعتبر سهل جدا. السنغال بصراحه فريق قوي، يعني حتى مع التسجيل الاول للسودان اللي هي جابت الجون الاولاني، فبعد كده السنغال ادرجت الموقف، جابت التعادل بسرعه، بعد كده الثاني في الثالث، فالماتش اتسهل عليها وصعدت بسهوله، والسنغال مرشحه بقوه للقب. اتفق معاك جدا في هذا الموضوع. تاني ماتش كان مالي وتونس، وده ماتش برضه تحت عنوان الملل الشديد. يعني تونس فرقه وحشه قوي، عندهم فقر في المواهب بشكل مرعب. لا بجد حتى في الانديه الدنيا عندهم صعبه قوي. مالي كان مطلوب منها حد وعملت ماتش كويس، بس انا شايف ان مالي عندها احسن من كده. اعتقد فاز الافضل وهو مالي يعني.
بس بالنسبه لي ما كانش فيه مفاجاه، مالي او تونس حد فيهم يكسب، بس اعتقد مالي كان الاقرب للفوز. الماتش اللي بعديه كان جنوب افريقيا والكاميرون. انا قبل بدايه الماتش انا كنت متوقع كاميرون. حلو. خلينا نقول اللي ده يعني لحد الماتش اللي اتلعبت النهارده واحد من افضل الماتشات اللي اتلعبت في دور ال 16. اوكي. يعني الماتش كان فيه كوره لحد الدقيقه، لحد انتهاء الماتش كانت جنوب افريقيا جابت الجون الاولاني، كان خلاص الكاميرون اوريدي جابت جونين. لا ماتش كان فيه كوره، بس للاسف انا يعني الكاميرون قويه. الكاميرون من المنتخبات برضو مرشحه اللي هي تبقى منتخب رخم جدا في دور الثمانيه، بجانب السنغال، بجانب مصر، بجانب نيجيريا اللي النهارده بعتت رساله برضو قويه بمكسبها الكبير. لا يعني الكاميرون قويه جدا. الماتش كان برضو يعني يعتبر من طرف واحد الكاميرون كانت اقوى بكتير. بص اقول لك على حاجه، الكاميرون من الفرق اللي بتعرف تلعب جنوب افريقيا وبتعرف توصل كاس عالم، فهي حتى لو دلوقتي ما فيش النجوم الكبيره بالظبط. بس هي فرقه ما زالت مرشحه. بالظبط. طيب اللغز بقى، المغرب 1-0، جون متاخر، ضربه جزاء ما اتحسبتش في الاخر، حتى الفار ما خدش راحته في ان هو يشوفها. بلد مضيفه بقى. في لغز عند المغرب. بص هي مشكله المغرب اللي هو احنا داخلين، احنا اصحاب الارض، احنا مش همنا حد، احنا هنكسب بسهوله جدا. وهم الكلام ده ما عرفوش ياخدوه من المجموعات. يعني المجموعات كان عندهم ماتشات صعبه، حتى جزء الامم اللي هي فريق على قدها ومنتخب على قده برضه يعني كسبتها بالعافيه. وبعد كده لما عدت في المجموعات هي بتكسب واحد بالعافيه، اتنين بالعافيه، كل ده بالعافيه. المنتخب مش مرعب نهائي. انا شايف عادي لاي حد يكسب المغرب، بس انت عارف برضه الحته اللي هي بتاعت بلد المستضيفه وبطوله افريقيا، فاحنا هنقف معاهم شويه. لكن انا من وجهه نظري امبارح يعني قبل ما المغرب تجيب الجون الاولاني، تنزانيا مضيعه كورتين سهلين جدا، كانت ممكن هي اللي تبقى مبادره بالجون الاول. بعد كده المغرب جاب الجون كده يعني ماشي كده. بعد كده بصراحه يعني ضربه جزاء 100% تتحسب لتنزانيا، بس الحكم لا يرى لا يسمع لا يتكلم. اعتقد ان مشكله المغرب ان هم ضاغطين نفسهم ضغطه جامده قوي. تحس ان في شده، اللعبه مشدوده، الجهاز الفني تحسه مشدود، الجمهور عامل ضغط كبير عشان هم طبعا بقالهم كتير ما خدوش البطوله، فتحس ان هم في شده كده في ده طبيعي، ده طبيعي. وبالنسبه اللي احنا بنقول ده طبيعي، المغرب بكل نجومها دي مفيش حد كويس جدا غير ابراهيم دياز بس. ده اللي انا مستغربه. المغرب بس برضو المغرب عامله بالنسبه لي زي تونس، الاسامي ما بقاش فيها جديد، مع انهم عندهم المنتخبات العمريه اللي قبل المنتخب الاولاني ده اقوياء جدا، بس الفريق المنتخب الاول ما عملش اي ابديت. انا حاسس برضو نفس الاسامي انا بشوفها، يعني من اول بونو، رومان سايس، وناحي، ايوب الكعبي، انت بتشوف هو نفس دخل ناس، هو دخل ناس بس مش مدخلها في الفريق غير بالاصابات اللي حصلت. يعني وناحي صفا دخل مكانه. ما هو برضه حسام مش هيقدر يلعب في قوام فريق بالطريقه اللي انت فاكرها، اللي هو تلاقي له ناس من المنتخبات الصغيره ولعيبه تانية اللي انا ادخلها كده مره واحده. لا هو في قوام اساسي لازم اكون معتمد عليه، فهو مدخل معاهم دلوقتي في اللعب اللي هو سايبيري وابراهيم دياز، هو ده اللي مدخلهم في اللعب بالظبط. وهو دول مكانهم علشان خاطر زياش مش موجود خلاص وبوفال، فهو دول داخلين مكان الاثنين دول. لكن هو بيلعب بنفس الاسامي اللي هي كانت موجوده في كاس العالم 22. صح صح، اتفق معاك. قبل ما نخش في ماتش مصر عندنا سؤال الحلقه دي بس هنقوله في الاخر، سؤال محتاج حد جامد قوي يعني مذاكر بطوله افريقيا جامد جدا جدا عشان يجاوبه، فخليك معانا للاخر ونشوف هتعرف تجاوبه ولا لا. نخش بقى على منتخب مصر. بنين 3-1 اكسترا تايم مع بنين. ابدا بكابتن ميدو بما انه ضيفنا العزيز. ماشي. كيف رايت التشكيل مع تركه ابراهيم عادل انه يبدا، وكالعاده مفيش مهاجم صريح يا كابتن مصطفى محمد؟ طيب هو بص انا عندي بس مشكله مع حسام حسن، يعني مشكله ازليه جدا، اللي هو بيلعب بخطه قدام فرق مهاجم وهمي. طيب انا دلوقتي هلعب مثلا بمرموش، هلعب بيه مهاجم وهمي، فانا هقف تحت الكوره كتير عشان ابتدي اعمل كونتر اتاك والحاجات دي كلها. طيب نفعتنا فين؟ في ماتش جنوب افريقيا، عشان احنا كنا عايزين نسيب الكوره ونلعب على المرتدات. انا يا عم موافق. طب نيجي بقى للماتش بتاع النهارده. بس ما نفعتش. ايه؟ ما نفعتش اصلا. لان انت خرجت مرموش اصلا بدري. انت جون اصلا جون مش عايز اقطع، بس جون جنوب افريقيا جاي ضربه جزاء. ايوه فانت ما عملتش كوره، يعني ما جبتش كوره جون من لعبه متحركه فنجحت مثلا، فيلا طبقها الماتش اللي بعديه. ماشي، هو دي السيستم اللي هو عايز يمشي بيه. طيب احنا دلوقتي في احصائيه لمنتخب بنين، كل المنتخبات اللي قابلها اذا كان السنغال او اي حاجه قابلها عندهم مشاكل في الكرات العرضيه.
طيب يبقى انت كده يا كابتن حسام مش مذاكر المنتخب اللي انت بتلعبه. اتفق معاك. طيب دي حاجه، اغلب 90% من اللي جونا داخلين فيهم كلها من الكرات العرضيه، مش لازم اللي هي كرات عرضيه اللي انا هحطها بدماغي، لا عادي كرات كورسات حتى لو على الارض اللعيب يخش يحطها برجليه. تمام، يبقى انت كده مش مذاكر الفريق. طيب انت عندك مشكله مع مصطفى محمد، انت ايه مشكلتك معاه؟ كل ده هبتدي بقى اكلمك في نقطه جانبيه جدا، اللي مصطفى محمد رفض اللي هو يروح الاهلي، ما دي مشكله. لا انت كده خرجتنا بره السياق. لا دي مشكله. لا دي مشكله. مفاجاه من الكابتن ميمو، تصريح رسمي. لا دي مشكله والله. إن مصطفى محمد ما بدأش مع منتخب مصر عشان رفض، ان ما بيلعبش اساسي في منتخب مصر عشان رفض يروح الاهلي. دي بقى الحاجه اللي انا قلت يمكن هي دي بقى خلاص، اللي هو ما راحش الاهلي يبقى هو كده حسام حسن، ما عشان اللعيب ما راحش الاهلي يبقى هو مش هيلعب، ما دي مشكله. انت كده بتسعى ورا الترند. لا انت كده عايز ترند. لا ولا ترند ولا حاجه، ما هو انا توصلت للاخر اللي انا بقول ليه كده. ما هو انت ايه المشكله اللي انت تبدا بمهاجم؟ المنتخبات الصغيره بتبدا حتى بمهاجم، انت ايه عندك مشكله اللي انت تبدا بمهاجم 9؟ دي حاجه بسيطه. ومعلش ما تقوليش اصل صلاح محسن واسامه فيصل، لا دول اصلا كسر من الاخر يعني عشان يجي سكه. ومصر ما فيهاش دلوقتي الا مهاجم الا مصطفى محمد. حلو. وانا بصراحه يعني لو لعيب تاني والله العظيم حتى مش محترم قليل الادب في الدقيقه 119 اللي حسام حسن ينزله والله يرفض، كنت زي ما حاجاتي عملها. لسه هتكلم في موضوع التبديلات، يعني ما تنطش موضوع التبديلات عشان ده موضوع محتاج نقعد نتكلم. لا بس احنا بنتكلم بناء اللي هي الحته بتاعت صح، محمد. متفق معاك. ما رحتش لحته لا بس كويس. طب انا عايز اخد ليك يا حس بس سؤال في الحته دي. هل عدلة ابراهيم عادل مع تريزيجيه الاثنين مع بعض راكبين في الحته اللي هم بيلعبوا فيها مع بعض دي؟ والشق الثاني من السؤال، هل حمدي فتحي بيلعب ليبرو قدام بنين؟ محتاج اخد رايك في الحته. سيب لي مساحتي خالص، معاك وقتك وانا اتكلم براحتي. مش هخش. معلش. الجمهور قدامك اتكلم. تعالى بقى اول ماتش احنا لعبنا مين؟ زيمبابوي. تاني ماتش جنوب افريقيا. حلو. سيبك من انجولا لان انت غيرت التشكيله كلها. كلام. والنهارده هنتكلم في 3 ماتشات. قول لي حسام حسن غير ايه في التشكيل غير كل مره اللعيبه هي كل حاجه هي يا اما زيزو يا اما امام عاشور يا اما ابراهيم عادل. كل مره يروح حاطط واحد يا رب تمشي، يحط واحد مكان ده يا رب تمشي النهارده، لكن اي جديد لا. هل هو بيعتمد على حاجه معينه في اللي انا بلعب مهاجم وهمي؟ لا، انا مش معايا فينيسيوس ورودريجو وبلينجهام عشان العب بالثلاثه كده على خط واحد ومهاجم وهمي. انا ما عنديش الكلام ده. انا كده طول عمري صلاح، الناحيه الثانيه تريزيجيه مرموش ومصطفى قدام، وانت طول عمرك بتلعب كده. ليه النهارده بتعمل كده؟ انت بتلعب قدام منتخب قليل جدا. انا لازم اوجه رساله للمنتخب اللي قبله في دور ال8، انا جاي لك وبقوه. انا لازم انزل ماتش زي ده الاول والثاني والثالث ارزعه. انا ليه قاعد ليه اخش فيا جون نفس سيناريو تونس انا كنت بشوفه تاني؟ ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه اخش اكسترا تايم وهمت في نفسي وهمت في اللعيبه واحرق منهم طاقه وانا داخل على ماتش رخم قوي؟ صح جدا. انا تغييراتي سيئه. ربنا يشفي محمد حمدي ويشفي تريزيجيه، دي حاجه مش هقدر اتكلم فيها. لكن انا في حاجات عيوب انا شايفها في الملعب. حمدي فتحي هو بيلعب ليبرو. ليه؟ ماتش زي ده مش محتاج. انا ليه العب بليبرو في ماتش زي ده؟ يا اما كنت اسحب واحد من الاثنين، ومروان كان حلو جدا النهارده، اسحب حمدي وانزل امام جنبه. ده الطبيعي قدام فرقه انا بلعبها هي بعيده عني قوي. كابتن سحار تاريخيا بنين دي عمرها ما كسبتنا. هي بنين وحشه قوي يعني. هي يعني منتخب سيء قوي. هي بنين على فكره. انت تعرف اصلا، انا عايز بس اديك معلومه، لاول ماتش بنين تكسبه في حياتها في افريقيا كان الماتش اللي هي كسبته اللي طلعت بيه ثالث، مش فاكر بالظبط ايه. ده الماتش الوحيد اللي كسبته في بطولات افريقيا. بطولات افريقيا يعني ده حاجه صعبه جدا. خليني معلش اخر كلمه. حسام حسن من كتر خوفه اللي هو يعني انا اسف اللفظ يتهم الشعب، هو نازل خايف جدا مقفل قوي. انا حذر جدا في الاخر ما انت لبست جون. هو الجون ولا غلطه فتوح ولا غلطه شناوي ولا غلطه حد، هي صدفه، كره وليده صدفه. لكن انت من كتر خوفك وتحفظك الشديد مش بنين اللي عمل قدامك كده. خلي بالك من حاجه، هو السبب الجون اللي دخل فينا ده هو الخوف. ايوه انت خايف يعني انت انا شفت لقطه بعد ما جبنا الجون الاولاني بنلعب تحت الكوره. ايوه احنا بقينا بنلعب زون ديفنس. انا مش قادر اصدق ان احنا نلعب قدام بنين زون ديفنس. يعني انا جبت جون الحمد لله اتعشت، هبدا بقى ايه انزل ورا وادافع. ايه يا جماعه ده؟ لا احنا عمرنا ما بنعمل كده. طب انا عايز اديك اللي حسام حسن بتشكيله ده. هو حسام حسن نازل على فكره، نازل يقف تحت الكوره. ايوه ده تشكيل واحد نازل يقف تحت الكوره. فانا نفسي اعرف بس يعني هو نازل قدام بنين يقف تحت الكوره ازاي؟ يعني ازاي يقف ورا والعب على المرتده؟ بنين منتخب مش موجود في الحياه.
يا جماعه والله العظيم الواحد بيتكلم اللي هو بيشوفه، الموضوع صعب جدا. اللي هو حتى انا قلتها الحلقه اللي فاتت، انت خايف من نجوم. يعني انا خايف ابدل صلاح، لا. انا خايف تبدل صلاح بس، لكن مرموش عادي. ماشي، ما كل هقول لك. الفرق عادي الا صلاح. انا خايف ازعل ناس. انا خايف لو اللعيب مثلا ما بداتش بزيزو، زيزو لازم يلعب. ما بداتش بامام، امام لازم يلعب. هم حلوين بقى وحشين، لا هم لازم ينزلوا اذا كان اساسي او من على الدكه. طب بتريزيجيه لا اما اساسي لا اما من على الدكه. انت خايف من ايه؟ انا نفسي اعرف ايه اللي مثلا دول بيقدموه اللي هو كويس قوي. بص يا ميز، انا اتفق معاك، بس انا محتاج اسمع راي سحار في العكه. هو ربنا سترها وكسبنا. بص هقول لك على حاجه، انا لازم انزل الماتش. الحمد لله كسبنا، بص الحمد لله بس كسبنا الحمد لله. وزي ما انا قلت في الاول كل ماتش بظروفه هنخبط وندوس. يعني ما تقعدش بقى، يعني احنا قاعدين بنتكلم بنحل الموضوع، بس انا في الاخر اكسب باي طريقه وخلاص بقى. بس خلينا تمام. نتكلم في اللي حصل. زي ما انت قلت، انا المفروض ادي رساله. انا نازل الاول الثاني الثالث الربع، انا بتفرج على نيجيريا 4-0. اقول لك على حاجه، اول تلت حسيت ساعه 25 انت دقيقه حتى جونين. لو انت ما اتفرجتش على الماتش، نيجيريا ادت 4-0، ده معناها ايه؟ الماتش الجاي اللي هيتلاقي الفريق اللي هيلاعب نيجيريا هيعمل 1000 حساب بالظبط. طبعا. خلاص ليه؟ اول في تاني في ثالث في رابع. لكن انا بلعب بثلاثه ورا. بدايتي كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا نازل خايف. متحفظ. رقم 2 بلعب من غير مهاجم. مش كده، مش عامل البريس او مش عنديش الشراسه الهجوميه المطلوبه. فدي رسائل اصلا انا مديها غلط. نقطه تانية، المرونه التكتيكيه. انا عندي مشكله كبيره جدا في المرونه التكتيكيه. يعني هو النهارده طلع تريزيجيه وطلع ابراهيم عادل، راح منزل امام وزيزو. عند المرحله دي كنت قاعد بتفرج مع ناس قريبه، عند المرحله دي احنا مستحيل نعمل اي تبديل تاني. عارف ليه؟ اللي احنا كنا لسه بنقوله، صلاح ومرموش مش هيجي جنبهم، وامام وزيزو لسه نازلين خلاص. ايوه. ومش هينفع ومروان عطيه النهارده توب أيوة. وحمدي فتحي هو الجوكر بتاعه اللي بيدافع في الثالث ورا. بس تحس خلاص. انك انت في مرحله كده اتشليت اللي هو خلاص الدومنه قفلت. بالظبط. يعني انا ورا مصطفى محمد مش هيلعب خلاص، مش هطلع مرموش، مش هطلع صلاح، ده من وجهه نظره ودي كارثه. خلاص. عندي بره مثلا مصطفى فتحي، كده كده انا واضح ان انا مستبعده تماما خلاص. وابراهيم عادل وتريزيجيه اتحرقوا في الملعب اصلا، بس فخلاص مفيش مرونه تكتيكيه. انت تخيل في الدقيقه 118 او 119 مصطفى محمد لسه بينزل، انت قلت حاجه كويسه جدا، كان ممكن يعمل مشكله اصلا. طبعا هو لو لعيب بصراحه قليل الادب والله العظيم مش همه اي حاجه، كان يقول له لا يا باشا مش هنزل. كنت وحجازي عملها قبل كده. اه. وحجازي عملها قبل كده صريحه. انت يا باشا كده انت بتهني. انا ما اعرفش يعني انا ايه هقدمه لك والماتش خلاص بيفنش، هقدمه لك في دقيقتين ولا حاجه ولا دقيقه. صح، عندك حق. انا شايف ان هو كده مش بيعرف يكسب اللعيبه. صح. في بعض اللعيبه هو مش بيعرف يكسبها. يعني اقول لك على حاجه، انا لو مش هنزله خالص احسن. خلاص الماتش بيخلص. خلاص مش ماتشك النهارده يا مصطفى، لكن بنزله في الدقيقه 119 بينه وبين نفسه، انت سايبني بقالك ساعتين بتلعب وجاي تنزلني دلوقتي. دي مشكله انا دايما شايفها عند حسام حسن، ان هو بيعند شويه مع بعض اللعيبه. طيب مين اكتر لاعب عجبك في الماتش، او 2 لعيبه او 3 لعيبه، ومين اكتر واحد تقول له لا يعني راجع محتاجك نفسك. راجع نفسك؟ هدي احسن لعيبه ياسر رجوله ياسر رجوله، بجد والله رجوله ومروان عطيه، هايل. وتالت واحد هيبقى مفاجاه محمد هاني. انا شايف محمد هاني على قد 3 ماتشات اللي هو لعبهم مش عامل كوارث، بيلعب كويس جدا، بيأدي مهام وظيفته على اكمل وجه. ماشي. فانا شايف الثلاثه دول احسن 3 في الماتش. اتفق أحترم معاك رأيك. ان محمد هاني على فكره الماتشات كلها لعبها يعني كويس جدا. هو عمل بطوله كويسه، عمل بطوله كويسه الحقيقه. طيب مقبل من اللي انت بتشوفه معاه مع في الاهلي مثلا، لا هو ما عملش غلطات. مين اكتر حد لا محتاجين احسن من كده يا كابتن؟ تعالى لي بقى، بس ما تخبطش في الثوابت. حاضر. الكابتن احمد السيد زيزو برضه تاني ده هتطلع ترند. لا ترند لا برضه؟ لا 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 مش ترند مش خالص. ترند ماشي. ممكن اعرف هو نزل النهارده بيعمل ايه؟ برضه ما عملش اي حاجه. كل اللي بيعمله عمال يشوح للعيبه بس. كابتن معترض على كل حاجه. كابتن نازل فاكر نفسه روديجر، حاطط الشورت جوه التيشيرت جوه الشورت وعمال يجري، ولا عاجبه فتوح ولا عاجبه امام ولا عاجبه اي حد. طب يا نجم ورينا انت بتعمل ايه؟ يا كابتن زيزو ورينا انت بتهبب ايه في الماتش. والله ما شايف هو بيعمل حاجه. حد يقول لي او انا ظلم. مين تاني طيب؟ ما هو مش هينفع اقول لا المو، بس المو للاسف المو حاطط 3 اجوان، ماشي بطوله كويسه من ناحيه الاجوان، اداء بعيد جدا بعيد جدا. مرموش برضو محتاج اللي هو يلعب لعب تعاوني شويه، يلعب مع الفرقه شويه. هو بياخد الكره وعاوز يجري. الفرقه فيها حاجه غريبه جدا، بس زي ما قلنا طالما هي ماشيه وبنكسب وده اهم حاجه عندنا، ربنا يستر وناخد البطوله. انا شايف ان مركز مرموش ظلمه، ان هو بيلعب الاسترايكر، دي حقيقه. مخلياه في مواقف هو مش بتاعته.
خلاص. بالنسبه لصلاح لا صلاح بعيد قوي، صلاح بعيد جدا. صلاح الاساسيات مش موجوده. شوف الانفراده اللي جت في اخر الماتش، عدلته وزاويته وانفراده بتاعتك دي تيبيكال صلاح، حطها وحشه جدا في نص الجون. ده بيقول لك ازاي صلاح مش جاهز خالص في البطوله خالص. طيب عندك حد مختلف شايفه كان كويس لا او انا حد مش كويس؟ بصراحه النهارده احسن اتنين شايفهم ياسر ابراهيم ومروان عطيه. بصراحه الاتنين كويسين جدا. الأسوأ يعني في لعيبه كتير بصراحه. يعني ابراهيم عادل قراراته كلها غلط، عايز يعمل كل حاجه في الكوره، عايز اثبت ان انا جامد بس بدي قرار غلط، ما بيفيدناش باي حاجه. تريزيجيه وحش جدا، زيزو وحش قوي، امام عاشور مش في فورمته. فانت بتتكلم ان انت نص السكواد بتاعك في الملعب سيء. وطبعا لا خلاف يعني محمد صلاح بصراحه. يعني انت مش فوق النقد. انت يا باشا لو انت شايف ان انت في انجلترا محدش بيكلمك، لا احنا عندنا هنا منتخب مصر ده مهم جدا. انت لعيب سيء جدا. بالاهداف لا، هي مش بالاهداف خالص. انا بصراحه بشوف صلاح بيعمل حاجات في الملعب يا جماعه، اللي هو باخد الكوره بخلص منها، ولو حد كبس عليا بعمل حاجات غريبه، الكوره بتتاخد مني بسهوله برعونه، وبقف في الملعب بتمشى. يعني انا بشوف نجوم كبيره في المنتخبات، ماني بيقدم وبيدافع وبتحس اللي هو عنده قلب على المنتخب. انا بصراحه ما بشوفش ده من صلاح خالص. صلاح بالنسبه لي انتهى في المنتخب ماتش الكونغو 2018. بعيد قوي ده، بعيد لا قوي. لا يقدم شيء للمنتخب من ماتش 2018. وهات لي اي ماتش صلاح كان ماتش صعب وصلاح عمل فيه حاجه انقذنا فيه، بيلعب بروح اللي كان اتفق بيلعب معاك في دي بيها. بصراحه، اتفق معاك في دي. صلاح على طول في الماتشات الكبيره او في البطولات هو اللي بيعفيه، اللي هو بيجيب جول، اللي هو ممكن في لقطه يجيب لك جول. يعني بص صلاح الجون اللي جابه في الجديه في اخر جون، الجون الثالث، بوش رجله الشمال حطيتها حلوه قوي. اي لاعب في مصر مش هيجيبها جول خالص. يعني اي لاعب في مصر، خلينا اي لاعب في الملعب يا عم مرموش غير جات له صلاح. الانفراد. اي لاعب في مصر في الملعب دلوقتي غير صلاح في الانفراده دي ما كانتش ليها جول. وهي دي النقطه اللي انا عايز اقولها. صلاح اداء وحش قوي وانا متضايق ان انا بقول كده، بس هو لا غنى عنه في المنتخب. طبعا بالظبط. يعني عشان بس صلاح إيه؟ تنزل مين؟ بس هو محتاج الانتاجيه بتاعته، خلق الفرص، الواحد على واحد مش ممكن. يعني انا اتوقع انت هو بقى سيء في الواحد على واحد. ما هو دي بقى صحات. بس تيجي مش منين عاجباك بقى؟ لفت التعبينين. تيجي منين بقى؟ تيجي منين؟ تيجي من الجوه، من القلب، اللي انا عندي قلب وحميه. وانا واحد جاي من ليفربول، مدربي مقعدني دكه ما بيلعبنيش وبيقول عليا اللي انا سيء والناس بتنتقدني. انا المفروض جاي ودي اخر فرصه ليا مع المنتخب واخر بطوله. انا بصراحه كنت فاكر وكنت بتكلم مع اصحابي ومعاكم اللي هو صلاح هينزل هيقتل نفسه، هيقتل نفسه. يعني دي اخر حاجه خلاص. طبعا. وتثبت ليهم هناك اللي انت لسه زي ما انت صلاح الجامد الهداف الفينشر الحاجات دي كلها. لكن صلاح لا يقدم شيء. صلاح ده ممكن يا جماعه يرجع تلاقيه السيف ده بيتباع عادي خالص. اتفق معاك. طيب تصريح صلاح اللي قاله بعد الماتش اثار اللغط. اثار انتباهي. قول لي كده رايك ايه؟ بص هو كان صلاح بيسالوه في نهايه بعد الماتش بيسالوه بعد الماتش بيقولوا له في لقاء صحفي. لقاء صحفي، انت شايف مصر من المرشحين؟ قال لهم اجابه هي واقعيه بس ما تنفعش تطلع من كابتن منتخب مصر حتى لو هي واقعيه. انت شايف مصر من المرشحين؟ قال لهم لا، احنا معانا لعيبه صغيره وكلهم بيلعبوا في الدوري المحلي. طب هو احنا مش عارفين اللي احنا سيئين؟ هو انت كابتن صلاح انت جاي بتلعب في حته بعيده قوي. ما هي دي بقى يا حسام اللي تاخدنا الحته بتاعت المينتاليتي، ما خدناش في السكول للاسف. حصل ماشي، بس انت يعني ككابتن فريق انت ما ينفعش تقول كده على اللعيبه معاك. هو انا دلوقتي لو خرجت من الماتش وشفت صلاح قال التصريح ده عليا، خلاص بقى العبها انت، خلاص يبقى كسبنا انت، خلاص يا نجم يبقى جيب لنا البطوله انت. حصل انا هتضايق. هقول لك على حاجه، وجهه نظري ان دي مايند جيمز، وان هو يعني ايه بيقول كلمتين كده عشان يشيل الضغط. انا متاكد من ده، لان هو اكيد مش غير ذكي ان هو يقول جمله زي كده بعد مكسب وانك انت يعني بتتحرك قدام في البطوله. اتوقع ان هو دي العاب هو بيلعبها، واعتقد ان هي واضحه جدا. طيب اتمنى ناخد منك انا السؤال بقى، معلش ماشي. مصر هتلاعب مين؟ كونجو معلش كوت ديفوار هتلاعب بوركينا فاسو. مين؟ لا كوت ديفوار السنه دي بتبقى فرقه كويسه عنيفه. كوت ديفوار انا بصراحه شايف اللي بوركينا كويسه وكوت ديفوار طبعا كويسه. الماتش هيبقى صعب بس يعني كخبرات ومنتخب كبير ممكن كوت ديفوار تكسب. واتمنى اللي احنا نلعب حتى بوركينا فاسو، يعني هيكون اسهل شويه من اللي احنا نلعب كوت ديفوار. بوركينا فاسو احسن. انت رايك ايه؟ انا بتمنى اشوف مفاجاه، نفسي حد يعمل مفاجاه، حد يعمل لي اي حاجه في البطوله دي، يعمل لي سسبنس كده، مش عارف مين كسب اي حاجه يا بس كوت ديفوار ماشي. بس عامه انت لو بتتكلم عن المفاجاه بعيد عن مستوى تونس، لا هي مال هي اللي حققت مفاجاه اللي هي طلعت تونس.
بعيد عن مستوى تونس وحشة تونس أوي. السيء. تونس وحشه ما هو خلينا حسام نرجع نقول مش فرقه خرجت بنفس السكواد ده في البطوله العربيه من دوري المجموعات، مستني يعملوا في افريقيا. ما انا بقول لك بعيد عن منتخبها السيء، ما احنا سيئين يعني، احنا مش احسن حاجه احنا بس مستورين. بنصعد. مستورين وماشي على تونس الله. وحشه جدا، تونس يا جماعه جداً. وحشه جدا. طيب انا بس اللي بيصعب عليا والله الشوالي، بيقعد يا عيني ينحر في قلبه هو رامي وإليه هو ده اللي بيصعب عليا والله في ماتشات رامي تونس. فوطة. احنا بقى عندنا علي محمد علي بيفضل 90 دقيقه نايم عادي طبيعي، جبنا جون ما جبناش، صعدنا عملنا، نايم على بص طول. بس عشان انا جمله هنا، علي محمد علي معمول عليه حمله والناس عماله تهرج والناس عماله تروش والناس مستلماه، فانا بصراحه ضد هذا الموضوع. انا مش ماشي يا صحاب وحته بس كده معلش يعني هاخدها حته زمالك شويه. اي حد نيته يعني زملكاوي مباح في الحته دي، ماشي. فعشان ما نطولش في الموضوع ده، بس هو ده يصحصح معانا المعلق شوية. ده المعلق الرئيسي المصري في قناه بين سبورتس. ما اعتقدش من الروشنه ومن الجدعنه ومن الحلاوه ان انا اقعد اروش عليه. هي بس الناس عايزه تشوفه زي ما الناس التانية بتتفاعل مع هو ده الجول منتخباتها. بتاعه، هو ده احسن من ده عملوها تاني والكلام وعملها رمضان. الكلام بقى اللي ايه هم دول طبعا لا يصلحوا لاي حاجه يعني يعني أصل الناس عايزه الناس دي اللي هي ايه بتقعد تطبل يعني. خلاص خلينا نخرج بره الحته دي. طيب تريزيجيه ربنا يشفيه، ومحمد عنده حمدي. كدمه اعتقد او اصابه التواء شديد الأوتار. اعتقد هيغيب بقيه البطوله. ومحمد حمدي ربنا يشفيه رباط صليبي. ايه التغيير اللي ممكن تتم بسبب الاصابتين دول؟ اتوقع ان محمد حمدي هنشيله ونحط فتوح ده لوجيك خالص. تريزيجيه ايه اللي ممكن يحصل؟ لو تسالني انا لو انا مدير فني حط مرموش في مكانه ولا مصطفى محمد، ما تفتيش. ونص الملعب زيزو. لا امام. ماشي يعني حمدي مروان امام مرموش صلاح مصطفى محمد. حضرتك؟ انا بصراحه انا شايف اللي هو مع حسام اللي هو يرجع مرموش تاني جناح ومصطفى محمد اساسي. لو هنلاعب بوركينا فاسو حتى مصطفى محمد لازم يكون هو المهاجم تمام. وفي نص الملعب انا بصراحه ولا مع زيزو ولا مع امام مهند. انا شايف بصراحه اللي احنا ممكن نحط محمد شحاته يعني. دي من وجهه نظري. ده من وجهه نظر واحد زملكاوي. لا مش وجهه نظر واحد زملكاوي خالص. بص انا اقول لك حاجه، هو ايه اللي محمد شحاته هينزل يقدمه اسوأ من اللي امام وزيزو بيقدمه؟ هتقول لي خبرات صح، هقول لك لعيب لاعب اولمبياد واصل نص نهائي وخسوا في الاخر الميداليه. فايه المستوى، ايه الليفل اللي هو يعني ما وصلوش؟ ده واحد لاعب اولمبياد قدام فرنسا واسبانيا والناس دي. ايه الليفل اللي احنا خايفين منه؟ اللي احنا نلاعب واحد النهارده يا جماعه منتخب بنين عندها اللي بيلعبنا هو كان عنده 19 سنه. انا مش عارف ايه اللي ما عندوش خبرات وما عندوش حاجات بص دوليه. هقول لك على حاجه، انت بتفكر بدماغك انت اللي انت شايفه، لكن لو انت هتخش جوه دماغ حسام حسن هو عنده ادوات استخدمها في البطوله. الادوات دي اللي بيلعب بيهم مين؟ زيزو وامام وابراهيم عادل. طب ما انت هم دول الثلاثه. ما انا هقول لك بقى، هقول لك هو لو هو بدماغه هيعمل ايه؟ هيلعب ابراهيم عادل وينج ليفت عادي، هيلعب بمرموش عادي، هيلعب بصلاح طبعا عادي، الملعب. وفي النص هيلعب زيزو. في الغالب بزيزو. طيب ويبقى عنده الورقه الرابحه امام او بقيه الحاجات. طيب. هو مش هيقعد بقى يلف. اصل انت خلي بالك هو برضه بيفكر بحته انا مش هينفع كل ماتش اروح مغير التشكيله تماما باللي انت بتقوله ده. طب انت هو كده بيعملها كل ماتش غيرت حوالي ممكن تكون غيرت 4 لعيبه. ده ما هو بيغير كده كل ماتش. اللي هو اللعيب اللي جنب مروان عطيه ده مش ثابت، بيغيره كل شويه. بص عامه انا بالنسبه لي اي 11 يلعبوا احنا وراهم. ده بس أكيد. الناس تدينا مستوى. يعني انا العب بمرموش مهاجم يا عم ادينا. بص انا اقول لك حاجه، هو دلوقتي في خروج المغلوب انا الفكره كلها مش اداء ولا الحاجات دي كلها، هي الفكره كلها ان الماتش ده بيتلعب على تفاصيل صغيره جدا. فاحنا نكسب ونصعد ان شاء الله. بس عشان نكسب ونصعد في حاجات لازم نعملها علشان نكسب ونصعد. ما مش هتمشي كل مره كده على الله ان شاء الله هنصعد. اللي احنا بقى بنلعب عليه ان هي ان شاء الله تمشي كده وعلى الله ان شاء الله. سؤال الحلقه بقى عشان تعال. الجمهور مستني سؤال الحلقه. تعال تمام. قول لي. اللحظه الحاسمه. بس قبل السؤال اتفضل. اللايك والشير والسبسكرايب. ماشي عندك حق في دي. ماشي. يعني دعم الجمهور احنا محتاجين. طيب في بطولة افريقيا مين اللعيبة المصرية اللي جابت هاتريك في بطولة افريقيا؟ بطولة افريقيا ابتدت سنة 1957 لحد سنة 2023. لو عرفت الإجابة خش جاوب. اللي هيجاوب صح ممكن بقى المرة الجاية تبقى كاب كيكس، تبقى حاجة تانية لسه هنفكر فيها. وده بالنسبة للسؤال. كده انتهت حلقتنا اليوم في قعدة كورة. ان شاء حابب تقول أي الله حاجة زيادة؟ نتقابل باذن الله واحنا في نص النهائي باذن ان شاء الله. الله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا حبيبي يا كابتن صحان. ان شاء الله المنتخب يكون قد المستوى وان شاء الله الاداء يتغير الماتش الجاي وان شاء الله نكسب ونصعد وربنا يكرم ان شاء الله. باذن الله. شكرا. السلام عليكم. سلام.